اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر. اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه. اللهم حقق لي أمنية ظننت إنها مستحيلة، بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي بعيد فقربه، وإن كان رزقي قريب فيسره، وإن كان رزقي يسير فأكسره، وإن كان رزقي كثير فبارك لي اللهم فيه يا رب العالمين. حبايبي، أحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني جدا من آخر فيديو قدمته. النهاردة كده جايين مع بعض هنعمل روتين سهل وبسيط وسريع كده. يلا قومي اتنشطي، النهاردة يوم غسيل، كمان هنعمل غدوة حلوة كده يعني ما شاء الله على السريع. أول حاجة بشغل غسالة بتاعتي دي 8 كيلو تشيب الفول اوتوماتيك. أول حاجة بملاها وبحط عليها المسحوق اللي أنا عاوزاه، أنا حطيت أوكسي. وبعد كده ببدأ أقلب المسحوق، علشان طبعا لو أنا حطيت الهدوم الأول وعليها المسحوق بيبدأ المسحوق يبقى في الهدوم وبيفضل ما بيطلعش، ما بالغسيل بتنيه يتكون ويتكون كده في قلب الهدوم. طبعا أنا بنقض الهدوم الأول، باخد الأبيض، الملايات بقى، فوط، أي حاجة بيضة بشيلها الأول أحطها وبعمل دورة غسيل بس. تمام. وبعد كده ببدأ أشيلهم وبنقض بقى الألوان لوحده والغوامق لوحدها. وبعد كده بشطف برضو، برجع أشطف تاني. طبعا أنا ما حطيتش كرول، ما بحطش كرول عشان ما بوظش الغسيل. أنا بحط شوية خل، ممكن أحط نص كوباية خل، برضو بتنضف حوض الغسالة وبتخلي الغسيل زي الفل. نص كوباية خل في قلب مية الغسيل. طبعا كده هسيب الغسالة مع نفسها كده لحد ما تخلص الدورة بتاعتها. وهنا كنت رحت جبت الفرخة وغسلتها ونقعتها بالدقيق والملح والليمون وخليتها زي الفل وعلقت عليها. هعمل جنبها بقى شوية رز كده، حباية وحباية أو حبة وحب. ممكن نعمل رز بشعرية أو رز أبيض على حسب بقى ما انتم بتحبوا. دي أكلة سريعة كده وبسيطة. طبعا بروق الشقة لما الهدوم هغسل. طبعا أنا بغسل يعني تقريبا كل يوم أو يوم ويوم، بس بيجي يوم كده بلم فرش السراير بقى مع شوية الهدوم اللي احنا بنقلعهم، فبيبقى شوية حلوين يعني بيملوا البلكونة. بس ما بطولش برضك يعني بغسل على طول. هنا حمرت شوية الرز في معلقة سمنة وشوية زيت علشان الرز بتاعي يبقى بيلمع كده ومفلفل. حمرتهم وقلبت عليهم شوية الرز، اديت لهم تشويحة كده مع بعض قبل ما انزل بالمية. زي ما احنا متفقين مع بعض ان الكيلو الرز بياخد معلقة ممسوحة من الملح. طبعا لو انت ما بتحبيش تدوقي حدق الاكل، لكن لو انت طبعا بتدوقي تقدري تحطي الملح. في ناس بتحب ملح خفيف، في ناس بتحب ملح مظبوط زي ما تحب. طبعا هعمل شوية الرز الحبة وحبة دولت. طبعا جنب الفراخ عندي خلاص دخلت على سوا. اول ما غليت طبعا انا هديت عليها النار، سبتها مع نفسها كده على بال ما اعمل شوية الرز بالمرة، علشان يبقى الفرخة والرز يستووا مع بعض، البوتاجاز يحمل همهم. وكده انا مشغلة الغسالة على دورة غسيل، وابدأ اشوف لو الهدوم لسه ما نطفتش بعيد الدورة مرة تانية، وابدأ ان انا اعصرهم واشيلهم في قلب طبق الغسيل. وببدأ احط الدور اللي بعده. طبعا لو حسيت ان المسحوق قليل ببدأ ازوده. حسيت ان الرغوة حلوة في الغسالة بسيبها شغالة، وبعد كده باخد الدور التاني شطف وغسيل وعصر على طول مع بعض. برجع تاني اشطف اول دور. هنا بقى كنت رحت السوق زي ما قلت لكم، انا ما بخزنش ملوخيتي مره واحده. كل ما اروح السوق اجيب 2 كيلو كده، اعمل منهم وجبه يوم والباقي بقوم مخزناه. طبعا كنت جبت الملوخيه قطفتها اول ما جت الصبح من السوق، وطبعا غسلتها غسله جيد. انا ما بنشفهاش ولا في المروحه ولا في الشمس، يا دوبك بحطها في حته كده تستنشف من ميتها عشان تبقى الملوخيه معايا خضره كده ومرعرعه وتبقى جميله. وببدأ ان انا اخرطها بالمخرطة. طبعا انتوا عارفين واحنا متفقين مع بعض ان انا ما بحبش ملوخية الخلاط ولا الكبة. المخرطة اللي يعلى عليها نفس وريحة وملوخية وحاجة بقى عظمة على عظمة. اللي بياكل الملوخية بتاعت المخرطة دي بيحس ان هو بياكل ملوخية حقيقة يعني. لان انا جربت كل حاجة ورجعت للمخرطة تاني. غير بقى كده ما تعملوش.
طبعا بخزن بقى، بشيل منهم كيسين 3 كده 4 على حسب ما انا هشيل، والباقي كله هبدأ اللي انا على طول اعمل منه طبق على قد اكلنا. طبعا الملوخية يعني مش من الاكلات اللي يعني بتبقى طبق كده بيتحط على الصينية، بس احنا بنحبها بصراحة، بناكلها لأنها بتبقى طعمها جميل جدا. وأنا من عشاق الملوخية الخضراء، ما باكلش الملوخية الناشفة نهائي، ولا أنا ولا ولادي ولا جوزي. سبحان الله، يعني احنا ما تعودناش عليها وما بعملهاش وما باكلهاش. طبعا هبدأ أخرطها كلها عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو. وطبعا كل ما بروح السوق لازم أجيب من جنب حاجة الأسبوع كده، على بال ما الموسم يخلص بيكون عندي ما شاء الله كمية ممتازة بطبخ منها طول الشتاء. وفي شهر رمضان بإذن الله طبعا بتنفعني جدا. ببدأ أطلعها لو أنا محتارة أعمل ممكن أجيب لحمة أو فراخ، وببدأ أطلع كيس الملوخية أفوره، بيكون سريع بقى تحت إيدي وما بحسش بأي مجهود ولا بأي تعب. وهنا كده خدت شوية شوربة من الفرخة ما شاء الله كانت كبيرة وشربتها سمينة. وقمت مفورة كمية الملوخية كلها اللي أنا عاملاها. الملوخية خضرة كده عشان أنا ما بعرضهاش ولا للمروحة ولا بعرضها للشمس. هحط عليها معلقة صغيرة من السكر. السكر ده أولا مادة حافظة، تاني بيخلي طعمها ممتاز وفوق الممتاز. هبدأ أدوبها كده، القوام معايا تقيل، أنا لسه هشيل منها كام كيس كده عشان أحطهم في الفريزر. وهنا خلاص الرز بتاعي ما شاء الله كان داخل على سوا، هدي عليه النار. وكمان الفرخة بتاعتي كانت استوت، وخدت شوية شوربة كمان خفيت الملوخية بعد ما شلت الكيسان اللي انا هفرزهم. زي ما انتم شايفين القوام كده مظبوط. شفتوا المطة؟ مطة جميلة جدا عشان طبعا دي تخريط المخرطة. لكن في الخلاط بحس اللي هي مش باين لها ملامح كده، هي حاجة العرق بتاعها شديد بس، لكن انتوا مش شايفين انتوا بتاكلوا وبصراحة ملهاش طعم نهائي. كل الناس اللي بتستسهل وتحطها في الخلاط، لا، الطريقة دي غلط وأكبر غلط. ودول الكيسين اللي أنا شلتهم همت من الحل اللي انا عملتها. شلت 3 اكياس قلت كفايه، وكل مره بشيل 3 اكياس 4 اكياس على اخر الموسم باذن الله يكون عندي كميه ممتازه. دقت رستهم كده حلوه، وحطيت عليها معلقه سمنه كبيره، وهبدأ على طول أشوحها وأطش الملوخية وبألف هنا وشفا. ويلا تعالوا اتغدوا معانا، أحلى اخوات في الدنيا وأحلى عيلة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وبشكر كل الناس اللي بتدخل عندي على القناة، وكمان بشكر التعليقات الجميلة، وأتمنى إن أنا أكون عند حسن ظنكم. واللي ما اشتركش وأول مرة يدخل عندي ينورنا بالاشتراك، وكمان شيروا الفيديو مع أصدقائكم علشان الكل يستفاد. بصراحة أحلى عيلة وأحلى أخوات في الدنيا كلها. أستودعكم الله الذي لا تضيع